صحيت الصبح وفي دماغك حلم كامل، ناس بتعزهم، أماكن أول مرة تشوفها، وتفاصيل عشتها لدرجة إنك حسيت إنها حقيقية وملموسة. مديت إيدك ومسكت تليفونك وبوم، في ثواني كل حاجة اتبخرت. جيت تهرش في دماغك عشان تفتكر خيط واحد، ملقتش غير إحساس غريب. أنا كنت شايف حاجة من شوية، بس إيه هي؟ مش فاكر. ليه؟ ايه اللي حصل جوه دماغك خلى احلامك تتمسح باستيكة كده قبل ما تصحى من نومك؟ العلماء في مجال ابحاث النوم بيقولوا ان الانسان بينسى حوالي 90% من احلامه اول كام دقيقة بس من الصحيان. يعني من كل 10 احلام كاملة بتعيشها بالليل، عقلك بيسمح لك تفتكر حلم واحد بس، والتسعة الباقيين بيتنسوا وكأنهم محصلوش. السؤال اللي يجنن هنا، ايه اللي بيحصل جوه خلايا مخك في الثواني الاولى دي بالظبط ويخليه يعمل كده؟ الاحلام الحية والمجنونة دي بتحصل في مرحلة من النوم اسمها ال REM او حركة العين السريعة. في المرحلة دي منطقة في مخك اسمها البريفرونتال كورتكس، ودي المدير المسؤول عن الذاكرة والتخطيط والمنطق، بتكون حرفيا واخدة اجازة ونشاطها شبه منعدم. تخيل ان مخك عبارة عن مكتبة عملاقة بتسجل كل حاجة بتحصل حواليك اثناء النوم. الاحلام بتتولد فعلا، لكن القسم المسؤول عن حفظها بيكون شبه مغلق، كأن الكتب بتتكتب لكن محدش بيحطها على الرفوف. ومش بس كده، العلماء في جامعة هارفارد اكتشفوا ان هرمون النوربينفرين، وده الوقود الكيميائي اللي مخك بيحتاجه عشان يثبت الذكريات، الهرمون ده افرازه بيقل جدا وقت النوم. الخلاصة، الحلم بيحصل بس الادوات اللي بتعمل سيف مش موجودة في الخدمة. بس استنى، اللي فات ده كوم، واللي هقوله لك ده كوم تاني خالص واقرب بكتير. دراسة مرعبة نشرتها مجلة ساينس الشهيرة وبتمويل من المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية اكتشفت إن المخ مش مجرد بيكسل أو يعجز عن الحفظ، لأ، ده بيمسح الأحلام عن عمد وبشكل فعال. اتضح إن في مجموعة خلايا عصبية معينة بتنشط مخصوص وقت ال REM، شغلانتها الأساسية والوحيدة هي إنها تمسح البيانات الزيادة والغير مهمة. يعني مخك مش ناسي حلمك غصب عنه، هو اللي واخد قرار يفرغ الهارد ديسك. طب ليه بيعمل الجريمة دي؟ وده لأنك لو حفظت كل تفصيلة بتحلم بيها كل ليلة، الذاكرة عندك هتضرب، هتصحى الصبح مش عارف تفرق بين اللي حصل معاك في الحقيقة وبين اللي عشته في الحلم. عملية المسح دي مش عيب صناعة، دي منظومة حماية عشان تحافظ على عقلك. طيب ليه ساعات بنصحى فاكرين الحلم بوضوح وساعات تانية لأ؟ مركز أبحاث علوم الأعصاب في ليون بفرنسا حل اللغز ده. اكتشفوا إن الناس اللي نومها قلق وبتصحى كتير بالليل بتفتكر أحلامها أكتر. ليه؟ لأنهم بيصحوا فجأة في نص مرحلة ال REM، فبيقفشوا الحلم متلبس قبل ما يتمسح. وخد بالك، في 3 حاجات بتسرع الأستيكة دي وتخليك تنسى أسرع. الأولى إنك تفتح عينك وتخطف التليفون فورا، والتانية القلق والتوتر وهرمون الكورتيزول، والتالتة بعض الأدوية اللي بتبوظ مرحلة ال REM من الأساس. المرة الجاية لما تصحى وتحاول تعصر دماغك عشان تفتكر كنت بتحلم بإيه، افتكر إن مخك مش خاين، هو بس بيحميك. بس لو غاوي أحلام، ففي خدعة واحدة بتصنع الفرق ده. أول ما تفتح عينك ما تتحركش وما تمسكش التليفون، وخلي أول فكرة في دماغك هي الحلم اللي كنت فيه. ثواني السكون دي هي اللي بتعمل الفرق بين حلم هيفضل معاك وحلم هيختفي للأبد. ولو الفيديو ده جاوب على السؤال اللي محيرك، ابعته لصاحبك اللي بيصحى كل يوم ويقولك أنا كنت بحلم حلم جامد موت بس نسيته. أشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.